خمسة الحوايج اللي هي الشريك الحياة المولى هو. السلام عليكم، فين لا فامي؟ كدايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير وعلى خير. واليوم غادي نهضروا على خمسة الحوايج اللي الا درتيهم غادي تقدر تنجح في التربيه ديال الهامستر ديالك، تنجح فيهم 100% وتصدق عليك التربيه ديال لي زامستر. هاد خمسة الحوايج غادي نستهدفوا فيهم الناس كيربيو التربيه الفرديه ماشي التربيه الجماعيه. التربيه الجماعيه خصها دي كونديسيون اخرين، الحيوانات خصها بزاف ديال البلانات، خليهم حتى الحلقه ديال التربيه الجماعيه ونوضحهم. بالنسبه للدراري هاد الفيديو راني ديجا درتها قبل، كنت حطيتها في لاشين يوتيوب ديالي قديمه وكانت لاشين مشات دونك مشات مع الفيديو. كنت كندير واحد الغلط انني ما كنديرش اونجستري الفيديوهات في البيسي ولا كارت ميموار ولا شي حاجه باش نعاود ريكيبيريهم الا مشات لاشين، وما كنتش معود صراحه انها تمشي بحكم مشان قديمه وكنا خدامين فيها وزعما ما فيهاش شي مشاكل اللي يقدروا يخليوها انها تمشي. ما عليناش. خمسه الحوايج الدراري اللي غادي نهضروا عليهم. اول حاجه البلاصه ديال داك الحيوان ديالك او البلاصه ديال الهامستر ديالك خصها تكون نظيفه مهويه ونقيه، وديما تبدل ليه النجاره ديالو. وحبذا لو ان الدراري البلاصه تكون في شي بلاصه اللي فيها الاكسجين بزاف او اللي فيها الهواء، ما فيهاش كورون دير وما فيه هواء. المهم الدراري عاشوا فاش كتقوطوا فيه بزاف حيوانات كتوليو تحسوا بهاد البلايص. صح فاك جالس في هاد البلاصه عارف هذيك البلاصه واش ملائمه لتربيه الحيوانات ولا لا. في البلاصه الملائمه لتربيه الحيوان هي اللي ما كتكونش بارده بزاف ما كتكونش سخونه بزاف. اول بوين قلنا هو البلاصه فين كيعيش هذاك الحيوان ديالك الهامستر هو ما كيكونش فيها الكورون دير وما كتكونش مزموط، يعني بلاصه كتكون معتدله ومهويه مزيان، تكون معتدله ونقيه وتكون مزيانه. ثاني حاجه توفر ليه البارتنير او الشريك ديالو اللي غادي يكون متفاهم وياه. باش تلقى البارتنير اللي متفاهم وياه كاين واحد الطريقه اللي واعره بزاف، لان فريد عندك ذكر كتمشي عند مول الحيوانات او الانسان اللي كيبيع هذوك لي زامستر في المحل ديالو، كتقول له انا عندي واحد البلان غنقشرحه لك. كيقول لك شنو هو؟ قول له انا بغيت ناخذ نتوى غنعطيك ثمن زوين ولكن بغيت نتوى اللي غيرتاح ليه الذكر. شنو كدير؟ كتهز الذكير ديالك كتلقى وسط النتاوي وكتشوفوا النتوى اللي تانتريسا ليها والنتوى اللي بغات تاكوبل معاه هذيك الائم المناسب ليه، هي الشريك الحياه المولى. خذها بعينك مغمضين وديالك غيكون مرتاح وما يكونوش مضاربات. المهم مضاربات موضوع اخر. الا كانوا عندك الهامستر السوري خاصك تبقى راه البال فما الا كانت حامله تحيد الذكر. المهم بزاف ديال البلانات غنطرقوا لهم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. ثالث حاجه قلنا هما الاغذيه الملائمه والماكله اللي مزيانه للهامستر ديالك ولا الفار ديالك. حاول تختار ليه اولا تنتقي ليه بعنايه الماكله الاغذيه الملائمه. انا باش كنخدم بالسيكانيم ديال القنيه، كنخدم بالميلونج ديال الحمام. مهم بزاف داك الميلونج ديال الحمام حيت فيه بزاف ديال الاغذيه متكامله. وبالنسبه للخضر والفواكه كتعطيهم لهم مره على حساب الريحه الدراري. فهمتي؟ الا بقيتي كتعطيهم لهم يوميا بزاف ديال الخيز زوميتال راه غتولي عندك الريحه لا توض. وتقدر تشوف البلاصه اللي كيعجبهم انهم ياكلوا فيها هي اللي تحط لهم فيها الماكله. هاد العباده مزيانه الدراري. طرقنا لثالث بوين ندوزو لرابع بوين. رابع بوين الدراري هو البلاصه فين كيدير الهامستر ديالك لي بوزوان ديالو. بصراحه الدراري كتولي كاتاستروفيك ديك البلاصه ديالهم الا خليتي لي بوزوان كيتجمعوا في النجاره. داكشي علاش ابتكرنا واحد الطريقه ما عرفتش واش كانوا كيديروها الناس قبل مني. المهم انا طاحت لي على البال جربتها مع فعلا التجارب صدقات ناضيه بقيت كنخدم بها. هي الرمله ديال ليتير ديال المشي. كنمشي كنعرف البلاصه فين هما كيديروا لي بوزوان، كنضحي بديك النجاره الاولى والثانيه حتى كنعرفهم البلاصه فين كيديروا لي بوزوان ديالهم. وهذيك البلاصه كندير فيها الرمله ديال ليتير. بالنسبه للدراري الرمله ديال ليتير كيفاش غنديروا ليها؟ كنشدوا مثال السوبير ديالنا اولا الكاش ديالنا نقسموه على 4. الربع ديالو اللي هو الجهه فين كيدير الهامستر اولا الفار ديالنا اللي بوزوان ديالو كنشدوه نعمروه بالرمله ديال ليتير. والجهه الاخرى راه كنديروا فيهم النجاره. بطبيعه الحال النجاره كتكون مغربله ونقيه وكاع البلانات اللي غيخليوها انها تكون ما غاديش تادي لنا الهامستر ديالنا حيت الغبره ديالو نقول للنخال ديك الغبره الدراري تقدر تخنق النيف ديال الهامستر ديالنا، يقدر يمرض يقدر يموت. دونك الا درنا نجاره مغربله مزيان اولا الا كاينه شويه العاقه زايده وخدينا النجاره اللي كتكون ديجا واجده كيكون احسن. وخامس حاجه الاخوان هي تريتمون ديال النجاره. ديك النجاره الا شديتها وتريطيتها ودخلتها الفران واحد المده قليله راه كنكون
حيدت منها الرطوبه اللي كتكون فيها، حيت ربما يكون فيها الرطوبه، والفرز ديال ديك النجاره نقلب شنو كاين فيها. الا درت هاد البلانات الدراري غادي نكون ان شاء الله باذن الله ناجح جدا في تربيه الهامستر. ونزيدكم واحد البونوس، منين يتزادوا الدراري الوليدات الصغار ويبانوا لكم بداو كياكلوا بوحدهم صافي وحبسوا الرضاعه فرزوهم على امهم، حيت من المحتمل انها تكون حامله ديك الوقيته وتقتل لكم شي واحد، وحنا مبغيناكمش بطبيعه الحال تضيعوا شي واحد من الوليدات ديال الهامستر. صراحه دابا حاليا انا ما عنديش شي هامستر باش نبارطاجي معكم كيفاش دايرين وكيفاش الحياه ديالهم اللعيبات، ولكن نقدر ان شاء الله في فيديوهات اخرين نبارطاجي معكم هاد لي ديتاي هادو. وهذا ما كان، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم لهاد لا فيديو، ولا عجباتكم بطبيعه الحال ما تنساوش ديروا لايك، ديروا شي كومونتيرات زوينين وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. وهذا ما كان معكم خوكم موعد طويلي، تهلاو في راسكم.